هتعمل ايه عشان توقف ميسي؟ لا، انا هطلع اقعد في المدرجات اتفرج عليه. ازيك يا باشمهندس يوسف، اخبارك ايه؟ انا الحمد لله. انت كويس؟ انا زي الفل. قول لنا هندسه، بما ان مثلا معلش انت جاي لنا من اسكندريه، ايوه تعبت معانا في يوم التصوير النهارده جامد، كده. فبنعتذر لك جدا يعني بجد والله. مش كده حبيبي. بس طبعا حضرتك عارف احنا بنكثف يوم التصوير علشان مم. يعني عشان ما نجيبكش كل شويه وكده، فبناخد محتوى لشهور قدام. ربنا يبارك لك. قول لنا ايه رايك في التصوير؟ عظمه بجد؟ عظمه بجد والله العظيم. كنت تعبان من الاضاءه والتعب والكلام ده؟ لا لا، الناس زي الفل، اكلتني وغدتني وعشتني وعملت كل حاجه معايا. كل حاجه؟ كل حاجه. الله. قول لنا يا هندسه، احنا بس عايزين ناخد منك كده راي كده، ايه رايك في اداء المنتخب المصري في كاس العالم؟ هل كنت متوقع الاداء ده؟ الحقيقه لا. ما كنتش متوقع؟ لا، طب لما اتفاجئت قلت ايه؟ ما توقعش بجد والله ان ده ممكن يحصل. ما نقدم كوره زي دي. فبصراحه انا فخور ان احنا كده. تتوقع ان مصر ممكن توصل لنهايه كاس العالم؟ انا اتوقع ان هي تاخد كاس العالم او يجيها في تاكس يعني على حسب ما بيقول. مش عارف. طيب بجد والله، اه. ايه رايك في ماتش مصر واستراليا؟ استراليا اه. نكسب من بدري. كان المفروض نكسب من بدري من صح؟ بدري جدا. طولنا. هبلنا. لو هيثم حسن ده نزل كنا خلصنا. مش مقتنع بيه. انت مع المدرب الاجنبي ولا المدرب المصري؟ المصري طبعا. المصري. طبعا. حسام حسن تديله اه. كم من 10 في كاس العالم؟ اديله 10 من 10. بجد؟ امم المنتخب غلب بعد فضل ربنا يعني، بفنيات حسام حسن ولا بمجهوده؟ بان هو قدر يرجع الثقة في اللعيبة ويرجع لنا الثقة من اول الجيل الذهبي. الثقة لوحدها تخليه اللي قدامك يخاف منك. المدرب المنتخب المصري وهتلاعب الارجنتين، اه. هتعمل ايه عشان توقف ميسي؟ لا، انا هطلع اقعد في المدرجات اتفرج عليه. يعني انا عايش. مش مشكلة بقى، مش مشكلة، خرم هنا بتاعكم. بس تعتقد مواجهة فرنسا اصعب ولا الارجنتين اصعب؟ لا، فرنسا اصعب. فرنسا اصعب. اه. هل في امل نغلب الارجنتين؟ بصراحة في امل طبعا لان هم مرهقين زي ما احنا مرهقين. بس النسبة صعبة شوية. هل انت شايف ان ممكن المنتخب المصري ممكن يغلب بسبب ان هو داخل بايع القضية ومبسوط من اللي هو عمله، فبالتالي ممكن يكسب بالطريقة دي؟ انا شايف لو احنا عندنا المنظومة الدفاعية فضلت متماسكة لغاية الاخر ممكن نوصل لضربة الجزاء ونكسب او نخطف جون بشكل مفاجئ. ايه رايك في مصطفى شوبير؟ خليفة عصام الحضري. احسن من الشناوي؟ الشناوي وقت كأس العالم 2018 كان نفس مجهود مصطفى شوبير دلوقتي. طبعا هندسة، بالتوفيق للمنتخب المصري والتوفيق ليك عشان لسه معانا يوم كامل تصوير. حبيبي.